تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لهجوم بعد اتهامها باحتساء مشروب كحولي خلال شهر رمضان أثناء غنائها في إحدى الحفلات، مبدية استغرابها من توجيه مثل هذه التهمة لها. وفي التفاصيل، نشر حساب على تويتر صورة من مقطع فيديو تظهر فيها نوال الزغبي وهي تغني أثناء جلوسها على الطاولة، وكانت الطاولة مليئة بالمشروبات والمأكولات، مدعياً أنها تشرب الكحول. وقالت في تعليقها على الصورة: بكل وقاحة تتناول المشروبات الكحولية في الشهر الفضيل. أوكي اشربي، بس مو تنشري فيديوهاتك إنك عم تشربي، احترم الناس الصايمين. النجمة الذهبية لم تتأخر في الرد على ذلك المنشور الذي أثار غضب متابعيها باعتباره يتعدى على حياتها الشخصية، وقالت: أول شي هيدا الكيس مش لإلي، للشخص اللي قاعد على راس الطاولة، ومين قال إنه في كحول؟ شو هالعالم هيدي؟ وحظي رد نوال الزغبي على تلك التغريدة بتفاعل كبير من المتابعين الذين دعموها. وفي سياق متصل، نجت الفنانة نوال الزغبي من حادثة خطيرة خلال تصوير فيديو كليب أغنية حفلة، إذ وقع أحد المصابيح الكهربائية المعلقة في السقف في مكان تواجدها. ونشرت عبر حسابها على تيك توك مقطع فيديو ظهرت فيه مرعوبة مما حصل إذ وقع المصباح في المكان الذي كانت تقف فيه. وطمأنت الزغبي الجمهور على صحتها، مشيرة إلى أن الأضرار انقضت بسقوط المصباح فقط، وكتبت في تعليق: يعني كنت متت، بس بالنسبة لها عادي، فقعت لمبة. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مهنئين نوال على سلامتها ومتمنين لها عملاً موفقاً. شو عادي؟ فقعت لمبة مش بالصحيح، شو عم بيصير؟